السلام عليكم. فاش كتكون قدامنا واحد الشاحنه كبيره ولا حافله كتحجب علينا الرؤيه فاش كنبغيو نقوموا بالتجاوز ديالها، وكنلقاو صعوبه في القيام بهذه عمليه التجاوز. بعض اصحاب هذه الشاحنات كيمكن يقدموا لنا واحد المساعده، كيخدموا مؤشر تغيير الاتجاه اليمين لما كتكون الطريق فارغه ولا خاويه في الامام، وكيخدموا مؤشر تغيير الاتجاه اليسار ملي كتكون الطريق عامرة، وكيعلمونا أنه ممنوع علينا أننا نقوم بعملية التجاوز. وهذه القضية عارفينها السائقين المحترفين أو السائقين اللي كيستعملوا الطريق باستمرار. النصيحة ولا التنبيه اللي بغيت نوجه خصوصا للناس المبتدئين منين يتحطوا في بحال هذا الموقف، فبالرغم من أن الشاحنة اللي في الأمام تعطيك الإشارة باش تقوم بالتجاوز، فضروري خاصك تتأكد بنفسك بأن الطريق فعلا فارغة، لأن صاحب الشاحنة ممكن يغلط ويعطيك الإشارة الخاطئة أو يدير مؤشر تغيير الاتجاه اليمين باش يتوقف، وانت تعتقد أنه أعطاك إشارة التجاوز أو إشارة السماح بالتجاوز، لأن عملية التجاوز كتعتبر من أصعب المناورات اللي كنقوموا بها في الطريق، خصوصا بالنسبة للناس المبتدئين. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو القصير، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد بحول الله. إلى اللقاء.